السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خليكوا مع اتش. الشغف، احنا النهاردة هنتكلم عن الشغف وليه بيحصل فقد في الشغف ده في حالات كتير ما بين المتزوجين. خلي بالك انا النهاردة هنقسم الحلقة على مجموعة اجزاء. هو انت ليه اصلا بتفقد الشغف؟ ليه؟ يعني ايه السبب اللي يخليك انت كراجل ملو هدومك، راجل كمل، فاهم انت؟ راح تتجوز وفجأة تبقى كأنك كنت بتحب بسبوسة وبلبلة وبتموت فيها، وانا ليكي وانت ليا وعمري ما هسيبك وبتاع، وفي النهاية نتجوز بعد كده نلاقي ان الشغف ابتدى يقل تدريجيا لمراحل انت ممكن فيها تفكر 30 ألف مرة في الطلاق. او فقد الشغف طبعا بيوصل للست وبيبقى عندها مشكلة من أحد مشكلتين مهمين جدا، هي إن هي تقعد تفكر هو الوضع هيبقى كده وبعد كده. وخلي بالك الست من الحاجات، يعني ال الأكبر المشاكل في حتة لو حست بفقد الشغف من جهة الراجل بيبقى عندها مشكلتين. هنتكلم في كل النقط دي مع بعض، لكن ما تنساش اللايك والشير والمتابعة. وحابب أقول لك إن إحنا عملنا بودكاست مهم جدا في الحلقة السابقة، هتلاقي سايب لكم اللينك للبودكاست ده، في كلام مهم جدا هو باللغة الإنجليزية. حاببكم طبعا ان انتوا تتفرجوا عليه لان هو في قناة تانية اسمها فيكتوريا سيكريت او سايكولوجيكال فيكتوريا، يعني فتقدر تخش على اللينك ده وتتفرج على الحلقة كاملة عبارة عن 35 دقيقة بنتكلم فيها برضو عن مواضيع مهمة جدا. وفي ترجمة لو انت حابب يعني. هنتكلم النهارده زي ما قلت لك على الشغف، واخر الحلقه زي ما عودتكم هنتكلم على رد على بعض الاسئله المهمه اللي انتم سالتوها، وخصوصا مساله طول العضو اللي عنده 8 سم، هل هيكبر مش هيكبر؟ هل هيطول مش هيطول؟ الحجم هيكبر؟ فهنقول لكم اسرار كده سريعه في اخر الحلقه، فما تنسناش تاني باللايك والشير ومتابعة. ونبتدي بحلقة النهاردة على الشغف. ليه الراجل بيفقد الشغف او الست بتفقد الشغف؟ حالات كتير هنتكلم فيها جزء مهم جدا على الشغف الجنسي. سيبك ما من الشغف اللي هو ايه، شغف النسكافيه ده تمام، هو ده اللي هنتكلم فيه، لكن الشغف التاني ده سيبك منه، يعني ما يخصنيش قوي، اللي هو الحياة بقى والبتاع. فخلينا الشغف الجنسي. انا اللي عايز اقوله لك، انت مشكلتك في بداية اختيارك للزواج، انت بتختار بناء على اعتبارات كتيرة جدا. الاعتبارات دي بتخليك لما بتتجوز، لو انت داخل باعتبارات جنسية وان الحب ده انت داخله كسلمة عشان تعمل واحد امبليكس دبرياج مع الزوجة، فصدقني الموضوع مش هيطول. ليه؟ لانه انت خيالك الواسع اللي كان معاك ده اللي بيهيأ لك الفرجة على الافلام الاباحية فانت فاكر ان انت هتدوم في ده ابد الظهر، مش هيحصل. عشان تعمل العلاقة لازم انت تكون حابب اصلا وفاهم اصلا ازاي العلاقه السحلبوزيه او العلاقه او واحد النسكافيه ده بيتعامل مع الزوجه عشان تحبوا وتبتدوا تجددوا فيه. وكمان حته فقد الشغف ده طبيعي ان ممكن يحصل اب ترند، يعني زي الترند كده بتبقى صاعد 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 صاعد، بعد كده بيحصل الترند داون، يعني بعد كده بيحصل هدوء شويه، بعد كده الترند بيصعد تاني. لكن اوعى لما الترند يقع منك تروح انت جاي ايه، مسلتح الرقبه ومكبر دماغك وقايل ما عادي، ما احنا كلنا كده، ما هو ومش عارف ايه، وبتبتدي تقلل في عمل العلاقه لمره في الاسبوع، وبعد كده تخش في مره في الشهر. صدقني هتبتدي تبص بره، وصدقني هتبقى الزوجه كمان بتحس بده، وهتلاقيها هي كمان ابتدت شغفها يقل. والزوجه اذا شغفها قل تبتدي تعفن، والراجل اذا شغفه قل يبتدي ينتن. يعني هو الاتنين بقى، عارف انت تلاقي اللي كان حريص وبتاع وبيحب يعمل حاجات كويسه في البيت فيخلي الزوجة تملي مقبلة عليه، لا تلاقيه بيعمل الحاجات اللي تقرف، فاهم انت؟ يلعب في مناخيره ويلعب بين صوابعه، فاهم انت؟ ومص صبعه بعد كده، يعني خلاص مش فارق معاه الشكل او المنظر العام او الهيئة العامة. يخش من البيت يبقى ريحته مثلا عرق في الصيف وبتاع، يخش مش مشكلة، المهم ان انا عايز اعمل واحد نسكافيه دلوقتي. فطبعا كل ده بيخلي الشغف يقل. برضه الزوجة متبقاش مهتمية بنفسها، ده طبيعي جدا لان شغفها قل من ناحيتك. الجزء اللي انا قلت لك عليه في الاول، ان انت ازاي تختار عشان يبقى شغفك مظبوط. اوعى تختار حياتك او اختار زواجك او تختار شريكة حياتك بناء على المقومات الجنسية فقط. يعني ايه؟ يعني ما تختارش ان انت بناء على ان انت دماغك مسوحاك، فاهم انت؟ انا الشمامتين على البطيختين اللي ورا، فانت بتقول ده انا هعمل هنا وهخش. الكلام ده كله جميل بس انت هتزهق بعدها شهر، يعني فاهم؟ انت هتعمل كل ده، انا مش هقولك مش هتعمله،
هتعمله يا عم، تعمله بسرعة، تعمله بالراحة، تعمله بتطول، تعمله بتقلل، ما يفرقش معانا الموضوع ده. لكن اللي يفرق معايا اكتر ان انت تبقى فاهم كويس انه اذا انت داخل الزواج بالاختيار ده، شغفك مليون في المية هيقل في العلاقة، لانه طبيعي اللي بياكل حاجة حلوة انت بعد كده بتمل منها، فاهمني؟ فاذا انت لم ما كانش فيه شيء يربطك ذهنيا مع ال الشخص اللي انت اخترته، او انت اخترت الشخص برضو نفس الموضوع يربطك حاجة ذهنية معاه، فالعلاقة كده كده ليها حد وهينتهي. العلاقة ليها حد وينتهي، وبعد كده هنقلب ان هو شغل الايه، الموظف، اللي هو تيجي انا لما يبقى عندك رغبة تعمل العلاقة، لما يبقى هي عندها رغبة تبتدي ايه، تعمل لك حركات ستيف اوستن مع الاندرتيكر عشان تبتدي انت تاخد بالك وتبتدي تعمل العلاقة، ده اذا يعني اتيح الامر. فالكلام ده كله هيؤدي في النهاية ايه، لفشل لفشل العلاقة. وبعد فترة من الفترات انت بتلاقي نفسك احجمت، وبعد كده ابتديت بقى تخش في المعاكسات اللي بتبقى موجودة على الابليكيشنز بقى، وتبتدي انت كذا ومش عارفة ايه وايه الجمال ده وبتاع، وتخش في الحاجات اللي هي بيبقوا فيها مش عارف مين اللي بتاع، والروتين اليومي تلاقيه بقى مفضل بالنسبة لك. ليه؟ لان انت مش مهتم بالبيت عندك. ف الشغف مهم طبعا. طب ازاي نجدد الشغف؟ ده برضو الجزء التاني، ازاي نجدد الشغف اذا كان احنا الشغف ما بيني وما بين الزوجة قل؟ ببساطة شديدة في سبب رئيسي او نفسي. حاول يعني حاول ان انت تبقى عامل روتين للعلاقة، ان انت تعمل مش اقل من في الاسبوع مرتين. حاول بقدر الامكان انت ترجع للمتوسط ده، لانه ده مهم ومفيد ليك قبل ما يكون ليها. ده رقم واحد. رقم اتنين، تملي اوعى تنزل من ستاندرد بتاعك انت في الحياة. يعني انت لو كنت داخل مثلا ما تعملش حاجات مقرفة، وهي برضو طبيعي مش هتعمل حاجات مقرفة لحضرتك. بلاش تخش دي حاجات برضو نصايح يعني، بلاش تخش دخلة المغول، فاهمني، على او الهكسوس، فاهمني، في العراق. لما تبقى جاية يعني قالت لك سيب لي اعمل وقت، خليها تاخد وقتها، لانه اكيد ممكن يكون ريحتها مش تمام مش عارفة ايه. فاوعى تخلي الشيطان يهيجك لمرحلة انه يعني ايه، ريحة مثلا البول هتتغير. لا، هي ريحة البول كده كده هتبقى موجودة، ريحة البصل كده كده موجودة. فانت بعد ما هتخلص علاقة هتحس بريحة هتقرف مثلا بتاع شهرين ثلاثة، فهمت؟ وبعد كده هترجع عليها بان انت ليه مش نضيف، وفي الاخر برضو انت طبعا داخل هائج ومائج، فعلاقتك هتخلص بسرعة. ودي حاجة من الحاجات اللي انا بقولها لكم في الكورس. اوعى تاخد او البرنامج الخاص بسرعة الخصم، اوعى تعمل علاقة وانت هيك فقط. وارد تحصل، وارد تحصل، لكن تكون مثلا حاجة زايدة في البرنامج. يعني مثلا انت بتعمل مرتين، مش اقل من مرتين في الاسبوع، اوكي ما فيش مشكلة معاك، ان مش اقل من ثلاثة يعني، بس اوكي. اتنين، ما ينفعش كل مرة تعمله وانت هاج، لانه اكيد هيحصل لك سرعة قصر، لان خلاص انت الهرمون والدنيا مسيطرة عليك. المهم تعلي الحته دي ازاي. برضو ساعات شغفك بيقل، وده بيؤدي لضعف انتصاب اثناء العلاقه، وساعات اصلا انتصابك ما بيحصلوش انتصاب بسبب شغفك قل. طب نزوده ازاي؟ التستوستيرون يا معلم. التستوستيرون يا سيدي الناس ممكن يكون قل عندك شويه، واحنا اتفقنا على انه التستوستيرون بيقل 1% بنسبه 1% في كل سنه. فبالتالي لازم انت تحافظ على المستوى ده. طب نعمل ايه عشان نحافظ؟ قلنا في مجموعة من المكملات الطبيعية اللي انت لازم تاخدها على الاقل مرة، زي الزنك مرة، ده اساسي. اتنين، وطبعا لو انت مصاب باي مرض مزمن او اي حاجة من الحاجات دي، لازم طبعا تستشير طبيبك قبل ما تاخد الحاجات اللي بقولك عليها. المكملات اللي هي زنك 25 مللي جرام، في حاجة زي الهاني باند، في برضو الارجينين 1000 مللي جرام، فيتامين ب مركب. الحاجات دي كلها مهمة جدا. في كمان تونجات عالي، بس ده لسن معين، مش اي حد ياخده تونجات عالي، مش اي حد. ما تقعدش تقرا وتبلبع يعني، عشان ما تبقاش ايه في النهاية بتضر نفسك اكتر من بتفيدها. في الفوديجا برضو مهمة جدا. الحاجات دي انا قلتها لكم في فيديوهات سابقة، وخاصة في فيديو المكملات الطبيعية قلت لكم فايدة كل حاجة، فيتامين اي وفيتامين سي والحوارات دي. وفي العسل المجفف ده رهيب جدا، اللي فيه بودر قرون الغزال، وفيه أعشاب خاصة بقوة الانتصاب. وهتلاقيه برضو موجود في سايب لكم اللينكات دي كلها تحت في الوصف. نخش على
الجزء ده. فطبعا زي ما قلت لكم انه عشان تحافظ على ده وتملي يبقى عندك رغبه وشغف، التستوستيرون هو محرك الرغبه والشغف والولع. طول ما قل، طول ما انت ما عندكش رغبه. طول ما زاد، طول ما بص، لو هتشوف الكلب، فاهمني، انت هتشوف الكلب اللي في الشارع مارلين مونرو. فخلي بالك من النقطه دي. قال بدور على اسباب القللان ده. هتقولي طب ما انا ما باكلش كويس، بتاع اسباب، النوم اسباب. بس انت عشان تاخد النسبه الطبيعيه من المكمل بتاعك زي الزنك والكلام ده كله، لازم اكلك يبقى كويس وبتاع ومواعيد ومش عارف ايه. المهم، طبعا انت هتلاقي الكاميرا عماله تروح كده، بص، جايه معايا كده وجايه معايا كده، حلاوه بقلاوه. ليه؟ لان انا غيرت الستاند لحاجه يعني متطوره شويه، فلذيذ عشان ايه ما تعبش معاكم يعني، وانتوا تبقوا واخدين افضل كادر يعني. السؤال الاخير، الجزء الاخير في الحلقه، وهو ايه الاسئله اللي جات لي؟ الطول يا جماعه. الطول احنا قلنا حلبوزك ولا سحلبوزك ما بيطولش، سحلبوزك ما بيطولش. وعملت لي فكره، انا عملت لكم ابلكيشن تسالني بقى على الانستجرام، نحاول نوصله 300 400 الف. انا عامل لكم ابلكيشن يقيس اللي هو قياس سحلبوز، بتحط الارقام، بتحط طولك، بتحط حجمك، وفي الاخر خالص هيطلع لك نوع سحلبوزك، وكمان هيقول لك النصايح ايه، يعني لو قليل طبيعي، لا ممتاز، الكلام ده كله. عشان بس انتوا تملي بتعاملوني معامله انا طوله كذا، ايه رايي؟ انا مالي يا عم، وانا مراتك، انا مالي. عملت لكم ابلكيشن عشان تسالوا ما بينك وما بينه، تعمل له داونلود او تخش على الويب سايت لغايه لما انا هنزله لكم على الاب ستور، وهنزله لكم كمان على الجوجل درايف. فان شاء الله تتبسطوا منه. اللي محتاجه يخش لي بس على انستجرام، يقول لي لو سمحت انا عايز اللينك، هبعته لك، ويعيش حياتك بقى، وفي نصايح والكلام ده كله يعني. لحد الان هو فور فري يعني، فمفيش مشكله. الحجم، قلنا الحجم بيكبر طول الوقت، تقدر تتحكم فيه وتقدر تطول وقتك، لكن طول العضو لا. طول ما هو بعد ال 25 سنة مفيش طول تاني هيزيده غير بعملية. والعملية زي ما قلت لك بتكون عن طبيب جراح متخصص للذكورة، وبتزيد 2 ل 3، لأنه بيبقى عبارة عن قطع العصب المعلق، فبيزودك 2 3 سنتي. غير كده فيلر وبتاع وميلر والكلام ده كله خلي بالك، لأنه آثارها الجانبية صعبة قوي. اي اللي عنده اي استفسار تاني يا ريت يسيب لي استفساره. بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله مش هتاخر عليكم، هحاول بقدر الامكان نعمل لكم حلقه كل اسبوع. ان شاء الله الحلقه دي هتنزل بكره ان شاء الله، حاول بقدر الامكان. والحلقه اللي جايه ان شاء الله هتكون يوم، يعني نقدر نقول كل اتنين ممكن ننزل الحلقه. بشكركم شكرا جزيلا، اللايك والشير والمتابعة، ما تنسوناش بدعواتكم، وتخلي بالكم، وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال. أشوفكم الحلقة الجاية.